اختي وجوزها بيعملوا مصيبه في شنط رمضان. بجد حاجه الابلسه نفسها ما تعملش حاجه زي كده. قبل ما نكمل المشكله مع بعض ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات. صاحبه المشكله بتحكي وبتقول: انا عايشه في بيت امي، انا واخويا واختي. ظروفنا ما كانتش قد كده. بعد ما ابويا توفى كانت ظروفنا على قد الحال. اختي اتقدم لها في الوقت ده راجل تاجر كبير جدا ومتيسر جدا ماديا. بصراحة كانت اي واحدة ما تحلمش بيه. اختي طبعا وافقت عليه واتجوزته، وبصراحة كانت بتساعدنا كتير ووقفت معانا كتير ماديا من بعد ما اتجوزت. المهم انا طبعا كان بيتقدم لي خطاب كتير او عرسان كتير، لكن انا بصراحة كنت في الوقت ده معجبة جدا بجار لينا. كنا بنحب بعض، هو بيحبني وانا بحبه، لكن هو على قده كان ارزقي وبيشتغل سواق على توك توك. فطبعا لما تقدم لي اول واحدة عرضت الجواز كانت اختي، وطبعا كلمت امي وبقى هما الاتنين معترضين. وتقول لي: ازاي؟ هو انت مش عارفه انا متجوزه مين؟ انت مش عارفه جوزي يبقى مين في السوق لما في الاخر اختي تتجوز سواق توك توك؟ انا قلت لها: طبعا الشغل مش عيب، ودي حاجه ما تعبهوش، وانا بحبه وهو بيحبني. انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. انا ما يهمنيش حكايه النسب ولا الحسب ولا الفلوس ولا الكلام ده كله. وساعه لما انا اصريت على رايي اختي ساعتها قطعتني، او ما بقتش خلاص تتكلم معايا، وقالت لي: انت حره وبكره تندمي. اتجوزنا وعشنا مع بعض 6 سنين وخلفنا ساعتها طبعا طفلين. وبصراحة الحمد لله احنا كنا عايشين مبسوطين قوي قوي. بالرغم من ان ظروفنا كانت وحشة او مش قد كده، والشغل كان يوم حلو ويوم وحش، واللي داخل يعني اقل بكتير من اللي خارج. ف بصراحة يعني الدنيا ما كانتش تمام، لكن كنا مبسوطين وكنا راضيين. وبصراحة انا بحبه جدا وهو بيحبني، فده كان احسن حاجة اصلا في علاقتنا وفي حياتنا، كانت مهونة علينا كتير. اختي بقى جت طبعا ايه، بقت تكلمني شوية في شوية. بدأت تزورني، فجت تزورني هي وولادها. انا بصراحة طبعا البيت مفهوش حاجات كتير يعني، او مفيش خير قوي ان انا اقدمه لها او حاجة اقدر اقدمها لها، ولا اقدر اقدم فاكهة لولادها ولا حلويات ولا الكلام ده كله. اللي هو يا دوبك كنت بعمل لها كوباية شاي واقدم لولادها، اعمل لها كده سندوتشات جبنة. طبعا طول ما هي قاعده معايا كانت دايما لازم تقعد تقطم فيا وتبكت فيا على الجوازه وجوازه الندامه، ولازم تلقح عليا بالكلام ده. بصراحه كلامها كنت ببلعه بالعافيه، وبقول برضو انها اختي وانها في بيتي وما يصحش ومش ما يصحش، لكن كلامها بينزل عليا زي الرصاص ولو انه ما فيهوش فايده. كانت دايما تقول لي: عاجبك العيشه اللي انت عايشاها دي؟ ده هو ده اكل؟ هو ده شرب؟ هو مش عارفه ايه؟ ده انت جميله وكان يتمناكي اي حد، ليه تعملي في نفسك كده ودفنتي نفسك بالحياه؟ قلت لها: يا اختي اقفلي الموضوع ده عشان ده موضوع خلاص انتهى. انا دلوقتي ليا بيتي وليا جوزي وهو ده جوز وهي دي شغله ونفس الكلام تقعد تعيدهولي كل لما اشوفها او كل لما تشوفني لازم تبكتي من نفس الكلام. قلت لها: يا ستي ربنا يوفقك انت في حياتك، سيبيني انا في حياتي، انا راضيه والحمد لله انا مبسوطه حتى لو على القد. الحمد لله احنا عايشين مبسوطين. تقول لي: خلاص يا ستي الله يبسطك كمان وكمان. المهم طبعا ما كانتش طبعا بتخلو مني المشاكل في كده، بس لا، كان كل شويه كل ما اتكلم في التليفون كل ما اشوفها كل ما تشوفني لازم اسمع نفس الكلمتين دول. لحد طبعا برضو كنا بعدها كنا برضو شبه متقاطعين. جه بعد كده بعديها بفتره لقيت الناس داخله عليا الشقة بتاعتنا وشايلين جوزي وهو عامل حادثة، والتوك توك متكسر وجوزي متكسر. طبعا كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا وفي جوزي اكتر طبعا. انا في الوقت ده طبعا بما ان احنا عندنا التزامات وما عندناش دخل تاني، والتوك توك ده كان كل مصدر رزقنا بفضل ربنا. فطبعا انا قلت زي ما جوزي كان واقف لنا وواقف معانا وهو اللي سندنا وهو ظهرنا وكل حاجه، جه دوري ان انا لازم اقف جنبه وان انا برضو اسنده واشيل عنه في وقت ضيقته وفي وقت تعبه. وقررت ان انا انزل اشتغل عند اي حد من معارفي، ان انا اشتغل في البيوت او اعمل اي حاجه، واللي كنت بلاقيه او بطلع بيه كنت بدخله كله على بيتي وعلى جوزي وعلى العلاج وعلى الكلام ده كله. وبصراحه برضو ما كنتش متضايقه. ربنا اللي يعلم ان انا فعلا كنت شايفاها ان انا برد له جميله، مش ان انا بعمل حاجه تعبني ولا اي حاجه. لكن طبعا مين اللي ما تقبلش الكلام ده؟ اختي. طبعا اختي اعترضت
وقالت لي ازاي تنزلي تشتغلي في البيوت؟ يعني ايه انا اختي تبقى خدامه؟ انت مش عارفه انا متجوزه مين؟ انت مش عارفه ان احنا مين احنا؟ وطبعا نفس الكلام ونفس الكره اللي كل مره تسمم بدني بيها. انا قلت لها يا ستي انا جوزي شايلاه على راسي ومش ناكره فضله، وحتى ولو قل خيره، لكن هو طول عمره تعبان عشاننا وبيشتغل عشاننا. ما جيش انا وقت ضقت واسيبه، لان هي كمان كانت عايزاني ان انا اتطلق منه، بما ان خلاص التوك توك باظ وما بقاش فيه دخل يقدر يدخله، وان هو دلوقتي بيتعالج في البيت ومكسور. المفروض ان انا ساعتها اتخلى عنه وان انا اسيبه واطلب الطلاق عشان اشوف حياتي. المهم طبعا انا ما وافقتش ورفضت الكلام ده. قالت لي يا ستي خلاص خليك انت حره، اشربي بقى، خلي عيالك يجوعوا، خلي عيالك يعيشوا محرومين، والكلام من هذا القبيل. قلت لها يا ستي كتر الف خيرك وميرسي على الزياره دي وما تحرمش منك. بس وبرده ترجع تقاطعني برده شويه بعد كل خناقه، لازم تبقى ايه قافله معايا. المهم جه قرب بقى، كان شهر رمضان قرب دخوله، وطبعا لقيتها بتكلمني وبتقول لي انا قلت برضو عشان خاطر صلة الرحم وعشان خاطر الشهر الكريم اللي احنا داخلينه، قلت اكلمك يا ستي وكل سنة وانت طيبة والكلام ده كله. قالت لي انا عايزاكي تيجي معايا في البيت نحضر شنطة رمضان عشان نطلعها ونوزعها على الناس الغلابة. انا طبعا وافقت جدا. مع ان برضو ساعة لما كانت ساعات بتطلبني بقى علشان خاطر ان هي تجرد الملابس بتاعتهم وانها تطلع الحاجات اللي تديها لاولادي والحاجات اللي تطلعها بره، قد ايه الموقف ده كان بيبقى صعب عليا، وما كنتش برضو بحب اكسفها. وكنت بروح اجرد معاها الملابس وفي الاخر تديني مثلا شنطتين وتقولي دول لاولادك. وكمان كانت بتقولهم برضو، ولازم برضو ترميلي وراهم كلمتين ان هو شوفي جوزك حوجك ازاي او حاجة زي كده. ومع ذلك انا كنت بطلت اروح لها من ساعه لما كانت بتطلبني في اي حاجه تاني من بعد موقف الهدوم ده، وانا بطلت اروح لها. لكن لما طلبتني بصراحه عشان خاطر شنطه رمضان، انا قلت ده حاجه اخد عليها ثواب، ان انا اساعد فيها وان انا اوزع برضه هاخد ثواب. فبما اني ان انا مش قادره اطلع خير لرمضان، فقلت ان انا اساعد معاها. ورحت فعلا عشان نجهز شنط رمضان. واحنا بنجهز الشنط هي سابتني وكانت خرجت تكلم جوزها. انا بالصدفه وانا معديه سمعتها هي وجوزها بيتكلموا في ان شنط رمضان الحاجات اللي حاطينها فيها، الحاجات دي كانت منتهية الصلاحية بقالها يومين او 3. فكانوا بيتكلموا في النقطة دي، ان هو بيقول لها يعني انت شايفة ان مش هتضر حد، مش هيحصل لهم حاجة على ضمانتك ومعرفش ايه؟ طب خلاص زودي العدد كذا وحطي من ده كذا وهاتي من ده كذا. انا طبعا سمعت الكلام ده ونزل على قلبي زي الرصاص. ان انتوا ازاي كده؟ انتوا بتعملوا شنط رمضان، يعني بتعملوا خير لله والناس غالبا محتاجة، وبتجيبوا حاجات فاسدة او حاجات منتهية الصلاحية. طب انتوا بتعملوا خير ولا شر؟ انتوا مصدقين نفسكم؟ كل الكلام ده بيدور جوايا، وبقيت مش عارفة اعمل ايه، اساعد معاها ازاي وهي بتعمل شر مش خير؟ اساعد معاها ازاي في شنط رمضان؟ وبقيت قاعدة بحضر الحاجة وانا قلبي واجعني. وطبعا جت معايا عشان تكمل الشغل بتاع الشنط، ما قدرتش بقى بصراحة. قلت لها انا سمعتكم وانت بتتكلمي انت وجوزك على شنط رمضان، وانك جايبه حاجات فاسده او حاجات منتهيه الصلاحيه بقالها يومين وثلاثه. ازاي ضميرك طوعك تعملي حاجه زي كده؟ ازاي تبقي بتعملي حاجه لربنا وحاجه للناس محتاجاها وتعملي فيها حاجه زي كده وتاذيهم وتضريهم؟ ايش ضمنك يحصل لهم ايه؟ لقيتها طبعا ارتبكت ووشها جاب الوان، وبقت برضو بتجادلني وبتقاوحني وانها بتنكر وتقول لي ايه ده ايه ده، حاجات فاسده ايه؟ انت جبتي الكلام ده منين؟ ومش عارفه ايه. وشكلها جدا ان هي كداب، واضح جدا انها ملامحها جايبه الوان من الكثفه ومش عارفه تقول ايه. انا قلت لها طبعا انا ما يرضينيش حاجه زي كده وما اقدرش ان انا اساعد في حاجه زي كده، فاعفيني. انا كنت جايه لك وانا ناويه اخد ثواب، لكن انا لو ساعدتك في حاجه زي كده ابقى انا كده باخد ذنب وذنب كبير كمان، وانا ما ارضاش ان انا اعمل كده ولا ان حد يعمل فيا كده. فالله يهديكي شوفي انت هتعملي ايه وطلعيني انا من الموضوع خالص. المهم برضو يعني شبه احتكينا ببعض او شدينا مع بعض ومشيت. مفيش 5 دقايق ولقيتها بتخبط تاني الباب وبتقولي بصي اما اقولك، عارفه لو كلمه طلعت بره من اللي انت سمعتيه ده ولا جبتي سيرتي ولا سيره جوزي، انت عارفه اسم جوزي في السوق، فما تضطريش ان انا اذيكي زي ما هتاذيني. قلت لها انا اذيكي وانت تاذيني؟ انت بتكلمي اختك كده، انت بتهدديني. قالت لي اديني بقول لك اهو، زي ما انت هتاذيني لو اتكلمتي كلمه ولا قلتي على الشنط انها فاسده ولا الكلام ده كله، هتاثري على سمعه جوزي وبالتالي هتضرينا. فزي ما هتقبلي انك تضريني انا كمان هضرك واضرك في جوزك واضرك في اكل عيشه والكلام ده كله. طبعا خدت منها الكلام ومش مصدقه ان دي اختي اللي بقت بالجبروت ده، وان ما بقاش عندها ضمير كده، وانها تكلمني انا كده وبتهددني كده.
استعوضت ربنا فيها بيني وبين نفسي. وبصراحة دلوقتي انا كنت مش عارفة اعمل ايه، وضميري واجعني على اللي انا سمعته وشفته، وان انا ابقى ساكتة عليه، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. فانا دلوقتي محتارة، انا مش عارفة اسكت على موضوع الشنط وان الحاجات دي فاسدة او منتهية الصلاحية، ولا ابلغ الناس ولا اقول لهم عشان احذرهم من حاجة زي كده، وبالتالي هي تاخدها ان انا اذيتها وضرتها، وبالتالي ممكن تأذيني وتضر جوزي في شغله وفي اكل عيشه اللي محلتناش غيره. انا دلوقتي بجد مش عارفة اتصرف ازاي، فيا ريت تقولوا لي في التعليقات اعمل ايه. طبعا بعد ما سمعنا صاحبة المشكلة، طبعا انت جزاك الله كل خير على احساسك وعلى شعورك وعلى مواقفك النبيلة وعلى احساسك بجوزك ووقفتك جنب جوزك. بجد شابوه، كل الشابوه. وانت احسن من ناس كتير قوي معاها فلوس. ربنا مديكي الرضا والسعادة. ارضى بما قسم الله لك تكن اسعد الناس. فبجد انت بما ان انت عندك ضمير وضميرك صاحي، والحوجه نفسها ما خلتكيش تبيعي ضميرك ولا تغيري في ضميرك وفضلتي زي ما انت، في حين ان اختك لما ربنا اداها اصبح عندها جبروت. زي ما ربنا بيدي الظالم علشان يزيد في ظلمه وفي طغيانه، زي ما ادى فرعون وكبره وزوده عشان يزيدوا في طغيانه. فده بيبقى غضب من ربنا. ساعات الفلوس بتبقى نعمه، وساعات بتبقى نقمه وبتعمي صاحبها وبيلف حبل المشنقه حوالين رقبته. فطبعا انت جزاك الله كل خير على موقفك ده. انا عارفه احساسك وعارفه شعورك. الاخت طبعا تعتبر انها جحده او الفلوس غيرتها، استقوت بالفلوس. وصدقيني ان ربنا ما بيسيبش الناس دي ابدا، وبيدي على قد ما هو برضو بيدي. يعني على قد ما الناس دي بتدي في ظلم وفي طغيان او في جبروت. كمان انت بتقولين انها ساعة لما كانت الناس بتيجي تطلب منها الشنطة ويطلبوا مثلا حاجات زياده، سكر زياده، ولا معلش والنبي حطي لي طب ازازه زيت كمان، كانت بترد عليهم بمنتهى قله الذوق والكبرياء. انتوا كمان بتطلبوا، انتوا كمان بتتشرطوا، يعني شحاتين وبتتامروا والكلام ده. كل الكلام الجارح ده لو ده اللي بيدل على غضب ربنا عليها وقساوه قلبها، ان ربنا بصم على قلبها بالقسوه والجحود. لما تكون حتى بتعمل خير ربنا ما كملهولهاش ان هو يبقى خير، وكمان بتعمله بشر او بحاجه وحشه الشيطان فعلا نفسه ما يعملهاش. لما خير حاجه بتقدمها لربنا والوجه الله للناس اللي محتاجه، وتبقى بتتلاعب وبتغش بيها وبتغش الناس وبتديهم حاجات فاسده. يعني انت بتغشي مين؟ بتغشي ربنا؟ يعني بتغشي ربنا ولا بتغشي مين ولا بتضحكي على مين؟ فده ربنا، يعني انا شايفه ان ربنا كده غضبان عليها. يعني حتى الخير ما سخر لهاش الخير ان هي تعمله كامل، لا. ف وانتي طبعا بما انك انتي عرفتي حاجه زي كده، وهي طبعا مهدداكي باكل عيش جوزك واكل عيشك والكلام ده كله. انا عايزه اقولك ان فعلا برضو الساكت عن الحق شيطان الاخرس. لكن هنقول برضو ان هي برضو اختك، ومش هينفع ان انتي تاذيهم في سمعتهم. انتي ممكن تنصحيها وتفهميها ان دي اخر مره تحصل حاجه زي كده. فهميها انتي بقى وانصحيها وقولي لها لو عايزه ربنا يقبل منك ويغفر لك اللي انت عملتيه ده، قولي انت للناس، روحي انت للناس فهميهم ان انتوا ما كنتوش تعرفوا، وان حصل خداع من التاجر، ولا التاجر ضحك عليكم وطلعت الحاجات منتهيه بايام. يعني بايام. في ناس بتتقبل كده، وفي محلات بتبيع حاجات بتبقى خلاص expired او خلاص قربت انها تنتهي الصلاحيه، وبتبقى باسعار قليله. وفي ناس كتير بتروح تشتريها بارادتها، ولكن بارادتها ما يبقاش مضحوك عليها، هم عارفين ان هي كده. فهي ممكن تروح تفهمهم. قولي لها انت، يعني انت قولي لها ما تخلينيش ان انا اتكلم. قولي لها انا مش هقبل حاجه على كده على نفسي ولا على ضميري. فبدل ما انا اروح اتكلم والكلام يمس سمعتكم، خلي الكلام يجي منكم. وانت روحي فهمي الناس اللي خدت منك الشنط دي ان حصل غلطه، وان حصل غش تجاري من الراجل اللي كان بيجيب لكم الحاجه دي، وان طلعت الحاجه اكسباير او قربت ان هي تنتهي او انتهت بيومين ثلاثه. في ناس كتير عادي ممكن هتاخدها عادي وبتستخدمها زي ما في حياتهم الطبيعيه بيجيبوها وبيستخدموها. كده كده مفيش حاجه بتقعد بتكمل شهر اساسا، كل حاجه بتخلص خلال كام يوم. فممكن هم يتقبلوا حاجه زي كده، لكن تكوني انت اعلمتيهم وعرفتيهم، ما تبقيش ضحكتي عليهم ولا خدعتيهم. فهميها الكلام ده وقولي لها ان هي اللي تروح تعمل كده بنفسها عشان انقاذا لسمعتها وللكلام، لان انت مش هتسكتي. فبالتالي خلاص ساعتها بقى اسكتي لو هي خدت الموقف ده. لو هي ما عملتش كده برضو خلاص، انت عملتي اللي عليكي وانذرتيها وحذرتيها. حاولي برضو معلش ما تتكلميش المره دي، فوضي امرك لله واستغفري الله. لكن ما تشاركيش معاها في اي حاجه تاني، وما تساهميش معاها في اي حاجه تاني. وربنا يهديها يا رب ان شاء الله. وعشان بس ما تخربش على جوزك وما تخربش عليكم ولا اي حاجه. وهقول برضو ان مش عشان كده، مش عشان الرزق ولا الفلوس ابدا.
ربنا هو اللي بيرزق مش اختك ولا اي حد. ربنا هو الرزاق، وانت لو عملتي حاجه صح، لو يعني اللي عمل حاجه لوجه الله ربنا بيعوضه خيرا منها. فده مش سبب، يعني مش السبب الرزق، السبب عشان اختك، عشان بس اختك ما تبقيش انت اللي سوقتي سمعتها بايدك، يعني برضو بتبقى صعبه، عشان برضو لصله الرحم وربنا اكيد عالم بنيتك. فانت حاولي معاها تجربه ان هي اللي تقول للناس حاجه زي كده، ويعتبر انذار. لكن بعد كده لو قررتها او عرفتي حاجه زي كده تاني، طبعا ما عليكي غير ان انت لازم تقولي وتسلمي امرك لله بقى، وتسيبي كل حاجه على الله، وقولي اللي عليكي وخلاص وربنا معاكي. وطبعا هنستنى تعليقاتكم برضو، وتقولوا لنا ايه الحل اللي تتصرف فيه، تعمل ايه. هي كده تبقى بتأذي اختها لو ضرتهم في اسمهم، او قالت للناس ان هم بيخدعوهم، ولا ان هي تسكت وتحذرها بس، ولا تعمل ايه. ما تنسوش بقى ان انتوا برضو تبعتوا لي المشاكل على الخاص، اكتبوا لي المشكله كامله مع ترتيب الاحداث وانا هنزلها. خشوا على اليوتيوب بنفس اسم القناه، ورا كل باب حكايه، اعملوا سبسكرايب وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اول لما ننزلها. استنوني بقى كل يوم في حكايه جديده او مشكله جديده من ورا كل باب حكايه. دمتم في حفظ الله. مي علي.